سكرول سكرول سكرول. ايه يا عمنا، كل ما تلاقي نفسك متضايق هتنام على طول كده؟ طب ايه الكلام؟ فاكر اي حاجه عليها القيمه من اللي اتفرجت عليهم؟ يا عم طلع لي فيديوهين تداول وكورسين برمجه لما اتعلمهم وابقى مليونير. تداول ها؟ انا وانت عارفين ان التداول ده للي معاه فلوس وعايز يزودها، واحب افكرك انك احيان يا حبي وبرمجه. يا جدع بطل هطل بقى. برضه انا وانت عارفين انك هتدور على كورس ببلاش وهترميه جنب اخواته وانت عارف نفسك هتفضل بتضحك على نفسك كتير كده. عاجبك حالك وبابا بيصرف عليك، فكرك الموزة هتشوف دي حاجة سكسي؟ يلا يا اهبل يا غبي. بيومي الله عليك، وانت بتصحى عارف بالظبط هتعمل ايه عشان تبقى مليونير. صار يا جدعان لو حط حاجة في دماغه يبقى خلاص كده بقى هما الاتنين لوحدهم وعد الجثث. برنس يا ابني وربي، يا ريت ساعات طلع يتعلم منك حاجة. ازيك يا حبيب اخوك؟ عايز اقول لك النهارده ازاي بعد ما كنت بقعد بالاربع والست واحيانا 8 ساعات بس على ريلز الانستا، وقت مسكتي للموبايل ما بعديش الساعتين ومش من ضمنهم ريلز حتى. خلينا ناخد الحوار من الاول. انا لما كنت اصغر من كده لقيت نفسي لما ما بكونش بلعب او بسمع في مسلسلات او انمي او حتى بور، بلاقي نفسي قاعد على الانستا او على شورتس اليوتيوب، عارف كل الترندات اللي عدت مهما كانت تافهه، وبقعد زي ولا اعيد وازيد فيها مع صحابي. ففي مره بعد ما اكتشفت اني لو عاوزت انجز في حاجه او اعمل اي حاجه افتخر بيها مستحيل ده يحصل طول ما انا بعمل الهطل اللي بعمله ده. وكانت فتره بنت لذينه ما اقدرش انكر ده. كل ما احب اتغير الاقي نفسي برجع اسوأ من الاول. كل ما احب اعمل حاجه جديده يطلعني خزوه اكبر من حياتي يرجعني ورا الصفر بحبتين حلوين. كنت لما ابص على نفسي وانبسط ان بقالي يومين من غير ريلز او العاب يحصل لي مشكله تعكنن عليا وبرجع للرضعه بتاعتي لوقت اكتر حتى من قبل ما اسيبها. كان لازم اشوف حل جذري، كان لازم الوضع ده ينتهي. وصلت لمرحله اني كنت بصحى كل يوم ومشغل التسجيل او الريكورد في دماغي في الخلفيه واقعد احلل واشوف ايه السبب اللي بيخليني برجع للعبط ده في كل مره ابعد عنه. فكنت اول ما فوق بعد ستريك 3 ايام من العولقه الخام بلاقي نفسي اللي هو احمو. ايه يا اسطى مش كفايه هطل؟ عايزين موزز يا عم، عايزين نبقى جامدين، مش عايزين حد يضحك علينا. احنا كده كده ما يهمناش راي اي ابن وسخه، بس لازم نبقى حلوين لنفسنا يا اخي. بعد الخطاب التحفيزي ده بروح اقفل الانستا واخش على اليوتيوب واسمع فيديوهات كيفيه تنظيم الوقت وكيف تصبح انسان ناجح بدون روت وكيف تصير بطاطسايه عظيمه بدون انترنت. فبلاقي اللي بيتكلم قدامي بيقول انا بدرس في طب وفاتح قناه يوتيوب وبحكم المانيا في وقت فراغي، لا وبعلمني ازاي اعمل كده. يا عمنا انا كحيان، انا عايز بس حاجه تشيل التليفون من ايديا، عايز بس ابطل اقعد على انستا بالساعات واقوم من غير ما احس بالخرا والضياع، مش عايز احس ان ماليش لازمه وبدون هدف. فعرس خيلي ولقيت 3 طرق بتشتغل عشان اقلل الفرجه على الانستجرام واليوتيوب واخف ايدي من التليفون. كفايه لت لحد هنا وخلينا نبتدي على طول. اول معلومه، دول مش شبهنا يا عمنا. ازاي انت اول ما بتصحى بتتفرج على واحد عنده فيلا وعربيات وتجوز الكراش بتاعتك وطلقها، وبعدها تيجي تبص على نفسك تلاقيك عايز تقلب الحاج في 50 جنيه عشان تنزل النهارده؟ لازم تكتاب يا معلم، لازم تحس ان حياتك خرا. بص، مش هقولك زي بقية الناس ان العالم ده عربياتهم ايجار بس وبيصوروا بس اللحظات الحلوه عشان الهبل من امثالك يقعدوا يتفرجوا ويحسدوهم على اللي هم فيه عشان هم اجمل من ان هم يتعلموا يعملوا حاجه زي كده. لا، في ناس حياتها كده فعلا. في ناس كل يوم في مطعم شكله عنده بدل العربية 3 وبيعمل اللي هو عاوزه وقت ما يحب. والحلو في الموضوع انك تقدر توصل لكده. ممكن تفكرني مجنون عشان بقولك الكلام ده وغالبا طلعت من الفيديو من بدري، بس دي حقيقة وحرفيا بتحصل. ولا مش في بلاد بره بس، هنا وفي وسط الظروف اللي احنا فيها. بس مش ده موضوعنا دلوقتي. لازم تفهم انك طول ما بتشوف نمط الحياة الفارهة دي عمرك ما هتطول اي حاجه منها. هتبقى عامل زي اللي عايز يطلع على الجبل لكن بس بيتفرج عليه من بعيد، بيتفرج عليه زي فار مسجون في افكاره، اقصى امانيه انه يكون مرتاح، ما بيطمحش حتى بس بيتمنى. فعندي ليك سؤال، تفتكر لو الفار ده كانت اقصى امانيه انه بس يكون مبسوط، تفتكر عمره في يوم هيحلم انه يطلع فوق الجبل؟ بداية حل العقدة دي انك لازم تلغي متابعتك لأي انفلونسر مش بيقدم لك قيمة او حتى بيقدم لك قيمة مسمومة بالمشاهد الغنية اللي بتجرحك دي. لازم ما تقعدش تتفرج على حاجة مش في ايدك توصل لها بمستواك الحالي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لازم تسعى انك في الاول تطور من مستواك وبعد كده تنقي اللي يعجبك. فالحل انك ببساطه تشرب الشاي وانت بتلغي متابعتهم واحد واحد وما تخليش غير بس زي ما قلت لك اللي بيقدم لك فايده نقيه، وتسيب صحابك اللي بتحبهم بس والكراش بتاعتك والواد اللي انت عارف هيشوطها قريب. النصيحه التانية،
اعمل لهم ميوت. لسه مش عندك الثقه بالنفس او الجرأه انك تلغي متابعتك لاصحابك اللي مش بتحبهم بجد، او حتى انفلونسر عشان حاسس انه ممكن ينشر حاجه في المستقبل هتكون مهتم انك تشوفها، رغم انك صدقني حياتك اهم بكتير وانت بالفعل مش مهتم. اعمل لهم ميوت بس بانك تقدر تلغي ستوريهاتهم او بوستاتهم من الصفحه الرئيسيه عندك يا سيدي، الهوم بيج عشان الناس بتوع يجي، ومش هتكون مضطر انك تشوف حاجات انت مش عايز تشوفها بعد كده. النصيحه الثالثه واهمهم، حرفيا دي افضل حاجه ممكن تعملها عشان تقلل مسكتك للتليفون وتبدا تركز بكل حماس وثقه وعفويه عشان تنجز في اهدافك. مش هتقدر تفكر في حاجه مفعوله اقوى من كده. دي اكتر حاجه بجد فرقت معايا، وما اعتقدش ان في حاجه اكتر من كده ممكن تعمل فرق. امسح الانستجرام. ايوه امسح الانستجرام يا معلم. انت شابط فيه ليه؟ هو من بيت اهلك؟ انت حرفيا كل اللي مسكك فيه انك خايف ان حاجه تفوتك، او عارف ان مفيش حاجه تسليك وقت الاريافه غيره. وبالنسبه للاولى ما تخافش، وربنا ما في حاجه منهم مهمه للدرجه دي، وان كان في فهتعرفها قبل ما اليوم يخلص، عشان اغلب الناس لسه مغفلين بيتفرجوا وهيعرفوك. ولو كنت مفكر انك هتحس بالتخلف والغباء بسبب انك اخر واحد عرفت فيهم، صدقني هتحس باحساس كويس. واحب اقول لك ان واحد من اعز اصحابي مش عنده لا فيسبوك ولا انستا، وحتى اليوتيوب كله محتوى تعليمي، وكل مره يجي يقعد معانا ايام ما كنت بقعد اتفرج على ريلز لسه يعني، ونقعد نحفل على ترند جديد او نحفل بيه على بعض، وهو طبعا بيكون مش فاهم احنا بنهري في ايه، فعادي بنقول له ايزي يعني محدش مهتم. احب اقول لك ان صاحبي ده بيرتب على دفعته، وهو حتى ما بيذاكرش قوي، بالعكس بيسمع انمي وساعات فيديوهات يوتيوب ملهاش لازمه زينا عادي، بس بيعرف يركز، ولو قعد على حاجه فعلا بينجز، ومن غير مجهود الحروب بتاعنا اللي هو قبل ما نخلص صفحه من الماده بنلاقي نفسنا سمعنا ريلز ساعتين جنبها، عشان دماغتنا تعبت من المجهود اننا نفصفص معلومه صعبه وسابت الفرهده وراحت للعولقه. مش عايز اطول عليك، قول طول او اكتب في الكومنتات بقى. لا بجد اكتب، عايز اعرف انت وصلت لهنا ولا انا بكلم في نفسي. بس لازم تمسح الانستا عشان تبدا فعلا تحسن من حياتك. والفيديو اللي جاي مش هوعدك هيكون عباره عن تعمل ايه بالظبط بعد ما تمسح الانستجرام، وازاي ما تنزلوش تاني في لحظه ضعف. لو لسه مش عندك الجرأه انك تمسحه، او مش عندك ليفل الانضباط ولا الرزانه الكافيه، عادي يا معلم عادي، بس اسعى وحاول، ولو ما نفعش النهارده يبقى بكره، ولو مش بكره يبقى بعده، واكتفي على قلب انك تحمل تطبيق من اللي بيقفل لك السوشيال ميديا بعد ما الوقت اللي حددته يخلص. وهحاول اسيب لك لينك واحد ببلاش تحت في الوصف. لازم تكون عارف وانت مشغل ريلز انت حرفيا معرض انك تشوف اي حاجه ممكن تثيرك جنسيا، واحنا اصلا في اجواء رمضان يا حبيبي. انت ما ينفعش تشتغل، ما ينفعش ابو مازن يشوف شغله. وبس كده، اشوفك على خير يا حبيب اخوك.